مين يصدق بقى ان الجمال والصينية الفخمة دي معمولة من غير لحمة ولا فراخ؟ هنعملها ببديل اقتصادي وهتطلع معاكم حلوة وجوسي وتحفة وقمر زي ما انتوا شايفينها كده. مكرونة البشاميل في العادي بنعملها يا بالفراخ يا باللحمة. النهاردة هعملها ببديل اقتصادي جدا وبنص كيلو بس من البديل اللي هقول لكم عليه، ونص كيلو كمان بس من المكرونة. هنعمل الصينية التحفة دي. يعني لو ما عندكيش بقى لحمه او فراخ تقدري تعملي الصينيه التحفه دي. كمان هقولك ازاي البشاميل يطلع معاكي جوسي وحلو كده زي ما انتوا شايفين. حلوه وسهله وبسيطه، وان شاء الله هتجربوها بالطريقه اللي انا هعملها معاكم النهارده، ومتاكده باذن الله ان هي هتعجبكم جدا. تعالوا نشوف بقى الصينيه والجمال ده هنعمله ازاي. تحفه بجد، لازم تجربوها. اول حاجة معايا نص كيلو من الكبد والقوانص، تشتريها بقى من المحل او لو عندك كده تخزنيها. ده نص كيلو وبكون مقطعها صغير بالشكل ده. في طاسة بقى هضيف معلقتين كبار من الزيت، وهسيب الزيت يسخن كويس جدا. بعد كده هضيف بصلة متوسطة مقطعها صغير، وبعد كده هشوح بقى البصلة لحد ما تبتدي تدبل وتاخد لون معايا. على جنب بقى كده هحط البصلة كده على جنب في الطاسة، وبعد كده هنزل بالقوانص الاول علشان القوانص بتاخد وقت في السوا عن الكبدة شوية. هشوح الكبد والقوانص الاول قبل ما اقلبها مع البصل علشان ما تبقاش زفرة معايا. اول بس ما لونها يتغير كده هبتدي ان انا اقلبها مع البصل، وهبتدي ان انا اشوحها لمدة بس دقيقتين 3 علشان زي ما قلت لكم بتاخد وقت في التسوية عن الكبدة شوية. بعد كده هنزل بقى بالكبد زي ما انتوا شايفين كده او بالكبدة، وهبتدي برضو ان انا اشوحها. وزي ما قلت لكم ده عبارة عن نص كيلو من الكبد والقوانص. لو عندك بقى كمية فراخ كبيرة جايباها ممكن تشيليهم على جنب وتعملي بيها الوصفة دي، او ممكن تشتري طبق نص كيلو وتعملي بيها الوصفة. هبهرها بقى بنص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود والكمون والبابريكا والكزبرة، ومعلقة معلقة صغيرة سوري مليانة من الملح. وبعد كده هقلب بقى الكبد والقوانص مع التوابل اللي انا ضفتها. طبعا تقدري تضيفي التوابل اللي حباها معايا. بعد كده بقى طماطمايه مبشوره، ببتدي ان انا اشوحها برضو الاول، وبعد كده هقلبها مع الكبد والقوانص. لو مش حابه تضيفي طماطم ممكن تستغني عنها وتضيفي معلقه كبيره من صلصه الطماطم الجاهزه. انا ضفت طماطم فمش هضيف بقى صلصه. اخر بقى حاجة هضيفها علشان الكبد والقوانص تستوي صح، هضيف كوباية من المية المغلية، كوباية من المية المغلية. وبعد كده هسيب بقى الكبد والقوانص على نار وسط لمدة تلت ساعة. تلت ساعة قبل التسوية بتاعتها كده ب5 دقايق قبل ما تنشف معايا. ده بيكون شكلها بعد ما فات عليها تلت ساعة بالظبط. طبعا بتكون خلاص استوت. بس قبل ما تنشف معايا هضيف بقى شوية من الفلفل الالوان المشكل وبيديلها طعم حلو قوي. لو عندك فلفل اخضر بس ممكن تضيفيه. طب انا ليه ما ضفتش الفلفل في الاول؟ علشان بحب ان طعم الفلفل يكون باين في الخلطة كده، فلو ضفته في الاول هيتهري معايا ويخش في السوا ومش هيبقى ليه ملامح خالص في الخلطة. الطريقة دي بتخلي طعمه حلو. هسيبها كمان 5 دقايق بعد اضافة الفلفل لحد بقى ما تستوي سوا كامل، وخلاص تشرب بقى السوائل او الميه الزياده اللي فيها زي ما انتوا شايفين، توصل بقى للمرحله دي. مش عايزه اقول لكم ريحتها بتبقى تحفه ازاي. ممكن تطبقوا نفس الطريقه وتقدموها بقى مع مكرونه بالصلصه او في سندوتشات، بس انا النهارده هعملها بالبشاميل. هي كده خلاص استوت معايا بقى. هنا نص كيلو من المكرونه المسلوقه القلم طبعا اللي بنستخدمها للمكرونه البشاميل. انا سلقتها وصفتها علشان مطولش معاكم الفيديو. واخر حاجة هنجهزها هي البشاميل. والبشاميل دايما بحب اعمله على البارد لان دي اسهل وابسط طريقة وانجح طريقة تعملوا بيها البشاميل. معايا هنا 1.5 كيلو من اللبن البلدي، عليهم 5 معالق كبار من الدقيق، وعليهم مكعبين من مرقة الدجاج. انا بحب استخدم النوع ده بالذات لانه بيدي طعم حلو في الاكل. هضيف مكعبين كده،
وهبهره بقى بمعلقه صغيره من الملح علشان انا ضايفه مكعبين من المرق فبيكون مالح، ربع معلقه صغيره من الفلفل الاسود، ومكعبين من الزبده او معلقتين كبار من الزبده. وهنقلب بقى الكلام ده كله مع بعض وعلى البارد. وعايزه اقول لكم الطريقه دي للبشاميل بتكون طعمه حلو جدا، ومستحيل ان هو يكلكع معاكم او يعمل مشاكل خالص. على النار بقى، على نار وسط، وهبتدي ان انا بقى اقلب بالويسك او بالمضرب لحد ما اوصل على قوام بشاميل وسط، لا يكون خفيف قوي ولا يكون تقيل قوي. انا هقلب كده، هياخد معايا بالظبط حوالي من 6 ل7 دقايق، وبقلب على طول علشان الدقيق ما يكتلش تحت. فبنقلب كده لحد ما نوصل على القوام اللي انتوا شايفينه ده. شايفين؟ انا بس هنا حابه اوريلكم قوام البشاميل المظبوط. واخر اضافه بقى هضيفها هي معلقتين كبار من الجبنه الرومي. الجبنه الرومي على البشاميل نفسه بيدي طعم حلو جدا. ممكن تستبدلوها بالجبنه الشيدر، لكن بصراحه الجبنه الرومي بتديله طعم ونكهه حلوه جدا مع المكرونه. عايزه اوريلكم بقى قوام البشاميل المظبوط، وده القوام المظبوط لاي نوع بقى بشاميلات هتعملوها، سواء ما نجرسكو، سواء بقى مكرونه بالبشاميل باللحمه، سواء الوصفه اللي انا هعملها النهارده. هجيب بقى الصينيه اللي انا هسوي فيها، صينيه بايركس او اي صينيه متوفره، وهبتدي ان انا احط كده كبشتين من البشاميل في الصينيه من تحت. ما تحطيش زيت او ما تحطيش زبده علشان المكرونه ما تنشفش معاكم من تحت. احلى حاجه ان انتوا تضيفوا بشاميل. بعد كده هضيف بقى ازيد من نص كميه المكرونه، يعني لو نص كيلو من المكرونه هعمله او كيلو من المكرونه، بضيف الكميه الاكبر في النص الاول من الصينيه. فاهمين حاجه؟ علشان الطبقه الاخيره مش هحط مكرونه كتير، ما بحبش احط مكرونه في الطبقه التانية من المكرونه كتير علشان ما تطلعش ناشفه معايا. هشرح لكم ده بعدين وانا بحط البشاميل دلوقتي في الاخر. اضيف بقى بعد كده شويه من البشاميل برضو على الطبقه الاولى من المكرونه زي ما انتوا شايفين كده. وحاولوا تكتروا البشاميل علشان هي مكرونه بالبشاميل، فكل ما كترتوا بشاميل في صينيه المكرونه بالبشاميل كل ما ادت لكم نتيجه حلوه. هنضيف بقى الخلطه الحلوه اللي احنا مجهزينها معانا، وجربوها بالطريقه دي والله العظيم مختلفه وحلوه جدا واقتصاديه قوي. وفي اي وقت هتقدري تعملي صينيه مكرونه بالبشاميل لو ما عندكيش فراخ او لحمه، وتغيير كده. كل مره بنعملها يا اما باللحمه يا اما نجرسكو بالفراخ، لا جربيها بالطريقه دي وان شاء الله هتعجبك. هنسوي بقى الخلطه في الصينيه بالشكل ده، وهرجع اضيف بقى كمان مغرفتين كده من البشاميل على الخلطه عشان تكون متماسكه معانا. واخر بقى طبقه من المكرونه، هضيف طبقه مش كتيره قوي من المكرونه، يا دوب بس تغطي الخلطه او الحشوه اللي معانا. ما تكتروش في الطبقه التانية من المكرونه علشان لما نيجي نحط البشاميل تكون الطبقه سميكه كده، وما تكونش المكرونه عاليه معانا او ما تكونش طالعه ناشفه معانا، يا دوب بس تغطي الحشوه. حتى لو ما خدتش كل كميه المكرونه مش مشكله. هضيف بقى دلوقتي باقي كمية البشاميل كلها، وانا هنا بسيب الجزء الاكتر من البشاميل علشان اضيفه على وش المكرونة من فوق. وزي ما قلت لكم لما نيجي نضيف البشاميل على المكرونة نسيبه بس يبرد شوية. لما بنسيبه يبرد شوية قوامه بيتماسك كده وبيتقل معانا، فلما نيجي نضيفه على المكرونه نلاقيه متماسك كده. في ناس بتيجي تحط البشاميل اللي هو سخن على المكرونه، بتلاقي ان البشاميل سال معاها شويه كده ونزل لتحت وساب المكرونه. ده لان انت قوام البشاميل اولا مش مظبوط، بيكون سايل او خفيف شويه. تاني حاجه لان انت ضفت البشاميل اللي هو سخن جدا. سيب بس البشاميل يهدى وبعد كده بنضيفه على المكرونه. اخر بقى اضافه بحب اضيفها، هحط كده بقى على الوش اخر حاجة شوية من الجبنة الرومي، تقدروا تستبدلوها بالجبنة الشيدر، وشوية من الجبنة الموتزاريلا. طبعا تقدري ما تضيفيش جبن خالص وتدخلي الصينية زي ما انا عملتها من غير جبن، بس هي بصراحة بالجبن بتبقى تحفة قوي.
هضيف بقى شويه من الجبنه الرومي، شويه من الجبنه الموتزاريلا. انا بحب احط جبنه رومي وجبنه موتزاريلا على البشاميل. وهكون في التوقيت ده مسخنه الفرن على درجه حراره 180. ممكن تشغلي من فوق وتحت، وممكن تشغلي الشوايه بس، هي كل حاجه مستويه، ويدوب بس الصينيه هتاخد لون معانا بالشكل ده. بتاخد بالظبط تلت ساعه على درجه حراره وسط او درجه حراره هاديه، يدوب بس الجبنه تسيح والبشاميل يتمسك معانا ويوصل للون الحلو ده. هنسيب بقى الصينيه تهدى شويه، وبعد كده هنقسمها بالشكل ده علشان تطلع لحد ما متماسكه معانا، لان هي جوسي وحلوه جدا زي ما انتوا شايفين كده. بنقدمها بقى وهي دافيه عشان زي ما قلت لكم تطلع متماسكه معانا. ولو عايزينها بقى يعني مهربده قوي كده وسايحه في بعضها، تقدروا تقدموها وهي سخنه لسه طالعه من الفرن. لكن انا عشان اطلعها معاكم لحد ما خرط زي ما انتوا شايفين كده، بسيبها بس تهدى شويه وقدموها بقى. مش عايزه اقول لكم طعمها كان تحفه جدا وحلو قوي. جربوها على طريقتي، بالذات طريقة البشاميل وطريقة الخلطة او الحشوة اللي عملتها معاكم النهاردة، ان شاء الله هتعجبكم جدا. بيتهيالي بقى مفيش احلى ولا اجمل ولا اوفر من كده صينية مكرونة بالبشاميل. ممكن تعملوها وتغيير كده وتجديد في الحشوة. جربوها على طريقتي وان شاء الله انا متأكدة ان هي هتعجبكم جدا. ودي الصينية من جوه زي ما انتوا شايفين، الخرطة طالعة بخرطتها كده، مش لازقة في الصينية ولا اي حاجة. تحفة، لازم تجربوها. وهنا بقدمها معاكم كمان لما بردت شوية، كل ما هتبرد هتلاقوها بتطلع معاكم متماسكة وفي نفس الوقت جوسي من جوه. طب بذمتكم في احلى من كده؟ بتهيألي مفيش بقى احلى من كده. مستنيين ايه بصراحة عشان تنفذوها؟ لازم تنفذوها وتجربوها وتقولوا لي رأيكم فيها بمنتهى الصراحة. لو عجبتكم بقى وصفة النهاردة بالذات، ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة علشان توصلكم اشعارات بكل وصفات الجديدة اول باول. نتقابل ان شاء الله في وصفات تانية جاية كتير. اسيبكم في امان الله وسلام.